بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل الزبادي. الزبادي من الحاجات المفيدة والكبار والصغيرين بيحبوها. وهنعمل بنص كيلو لبن 6 كوبايات زبادي. شوفوا دلوقتي كوباية الزبادي بقت بكام. لما نعملها في البيت ولبن نظيف احنا عارفينه وعاملينها بايدينا هتفرق كتير وهيبقى الطعم احلى. ايه المكونات بقى بتاعتي؟ نص كيلو لبن، كوباية زبادي، والمكون بقى اللي هيخليهولي زي بره كده معلقة سكر. هعمل ايه؟ هحط معلقة السكر على الزبادي واقلبها كويس جدا. اهم حاجة اخلي كوباية الزبادي كريمي، ما اخليهاش يعني ما احطهاش كده زي ما هي، لا اقلبها كويس جدا تبقى بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنزل بالزبادي على اللبن، واللبن اهم حاجه اكون غلياه واخليه يبرد يبقى زي دمع العين. يعني ايه زي دمع العين؟ يعني يبقى دافي، لا سخن ولا بارد، عشان ما يقطعش والزبادي يبوظ. الزبادي عمايله سهله جدا بس بيبقى له تكات، اهم حاجه اخد بالي منها ما استهونش بيها. اهم حاجه بقى في كل ده ان انا اقلب اللبن مع الزبادي كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. علشان الزبادي يتخلخل كل اللبن. بعد كده بقى تاني خطوة بكون جايبة صينية ألمونيا غويطة وجايبة طواجن فخار صغيرة، لو مش متواجدة يبقى هعمل بكوبايات ازاز صغيرة. كان زمان الزبادي في الفخار بيبقى جميل قوي. اهم حاجة ان احنا نكون غاسلينهم كويس، واروح بقى نازلة بالايه، باللبن اللي انا حطيت عليه الزبادي والسكر، واروح نازلة بالراحة كده زي ما احنا شايفين. مش عامله الزبادي قوي سلطانيه قوي، يعني ايه يا دوب تلتنا. انا بس حبيت اعمل لكم في كوبايات وفي طواجن، عشان اللي ما عندوش طواجن مش مشكله ان هو يعملها في الكوبايات. يعني اللهم بارك، شايفين نص كيلو عمل قد ايه. عايزين نزود كيلو لبن ممكن برضه كيلو لبن على كوبايه الزبادي مش هيقول لا. زي ما احنا شايفين اهو قدامكم. تالت خطوه بقى بعملها في الزبادي، بكون مسخنه ميه في الكاتل وتكون ميه سخنه قوي، واروح منزلاها في الصينيه دي عشان تعمل حمام زي ما انتم شايفين البخار. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه بقى بعد كده؟ لازم اكتم كل ده. اكتمه بايه؟ صينيه هروح مغطيه بيها كل ده على الطريقه القديمه بتاعت زمان، مغطيه بيها، واروح مغطيه كمان بفوطه تغطي الزبادي، علشان خاطر هو دوت اللي هيخلي لي الزبادي يستوي، وادخله الفرن لمده 8 ساعات. يبقى عرفنا احنا هنعمل ايه. بعد ال8 ساعات هوريكم بقى الزبادي طلع ازاي. وده بقى منظر الزبادي بعد 8 ساعات طلعناه من الفرن. طبعا انا بكون الفرن حطاه ده بيبقى مكان دافي. عايزه تشيليه في اي حته في المطبخ ويبقى مكان دافي وما تفتحيش وتقفلي عليه. 8 ساعات بنطلعه بقى من الصينيه. وزي ما احنا شايفينه متماسك وزبادي كريمي ومفيد جدا، وجربوه.